مساء الخير على حضراتكم جميعا، يومكم سعيد ان شاء الله. النهارده هنتكلم في فيديو مهم جدا. كندا رايحه في داهيه. كندا رايحه في داهيه. الناس اللي ما يعرفوش كندا ولسه جايين جداد او الناس القدام حتى عارفين الحقيقه دي كلها. خلينا نشوف لما انا جيت في 2010 كان ايه الموضوع. انا راجل مش سياسي، مش بتكلم في السياسه، ولكن هوريكم حال البلد مشي ازاي لغايه ما وصلنا اللي احنا فيه، ولو كمل كده هنعمل ايه، وفي الاخر هديكم الحل اللي ممكن نعمله. أول حاجة في 2010 كان الدولار الأمريكاني بيساوي دولار كندي. كان سعر البنزين 88 قرش. كنا دخلنا محل عربي كبير، سوبر ماركت، اشترينا حاجات قد كده، أكياس قد كده مليانة في العربية، دفعنا 50 دولار. كان سعر إيجار الشقة اللي كانت 3 أوض وصالة وحمام ومطبخ ب 800 دولار. كان العربية تأمين بتاعها 55 دولار تو واي. كان تغيير الكاوتش ب 35 دولار. كان السعر الميكانيكي 40 دولار في الساعة. كان الأمن والأمان موجود كويس جدا، لدرجة احنا شفنا مرة منظر ان كان في 10 ضباط بيجروا ورا واحد، واحد بيتنقلوا من بيت لبيت. كنا نسيب العربية مفتوحة بالليل ونصحى الصبح مفيش مشكلة. في مرة باب البيت اتفتح ونسيناه بالليل طول الوقت، وصحينا الصبح ما لقيناش مشكلة. كانت الموضوع بيس، كانت الكهرباء رخيصة، كان كل حاجة كويسة. كنت ممكن تخش تاكل في الريستوران ب10 دولار اوبن بيفيه. 10 دولار صدقوني. كان اللي بياخد 1200 دولار بيشتغل في تيم هورتن كان بيعيش ملك، ما كانش عنده مشكلة خالص. طيب صحينا فجأة على انتخابات حاصلة. ده كان حزب المحافظين. كان في حزب تاني قصاده اسمه الحزب الليبرالي. حزب المحافظين معروف ان هو حزب اقتصادي، يعني بيفهم في الاقتصاد زي حزب الجمهوري في امريكا. وحزب الليبرالي ده زي حزب الديمقراطيين في امريكا، اللي هم بتوع الهمبكه والشو والمناظر والحاجات اللي زي كده، ومش بيفهموا في الاقتصاد خالص. كانت النتيجه ان حزب الليبرالي كسب. ليه؟ عشان كان في 3 أو 4 فئات هم عايزينه يكسب. مين هم؟ اول حاجه الشباب اللي كان يقول لك ايه، عايزين نغير. طب تغير ليه يا حبيبي؟ لا لا، هو نغير، امريكا غيرت، احنا كمان نغير. طب وانت فاهم التغيير ده هيفرق معاك ايه؟ لا لا لا، مش مهم. نمرة اتنين المثليين، اللي هم اداهم حقوق كتيرة جدا. وكان ما بنشوفش المناظر دي كتير، قليل جدا كنا نشوف المناظر دي، دلوقتي بقت كتيرة جدا. عادي جدا لان خدوا حقوقهم كويس قوي. نمرة ثلاثة الأقليات، واللي كان بيقول لك إن إحنا مضطهدين، ودي ما كانتش حقيقة لأن ما كانش في اضطهاد. وكان هو بيشجعهم قوي. بس كانت النتيجة في النهاية إيه؟ تعالوا نشوف النهاردة في 2024 النتيجة إيه؟ الدولار الأمريكاني بيساوي 137 كندي. البنزين بعد الزيادة الجديدة اللي اتحطت 188 وهتوصل 2 دولار، ووصلت 2 دولار في مقاطعات كتيرة. الشقة اللي كنا ممكن نأجرها ب 800 دولار زيها النهارده بالظبط ب 1000 ونص. أنا بتكلم طبعا عن مقاطعة زي كيبك، فما بالكم بقية المقاطعات اللي هي أغلى وأغلى وأغلى من كده بكتير. طبعا تغيير الكاوتش ب 80 90 دولار، ساعة الميكانيكي ب 120 دولار. النهارده عشان الكهرباء بقت غالية جدا. الأتوبيسات كنا بنعمل الأتوبيس ب 2 دولار، النهارده 3 ونص و4 دولار. ما كانش في امن وامان، لدرجه ان بوليس تورونتو طلع قال لك حط المفتاح بتاعك سيبه للحرامي بره. العربيات بتتسرق وتتصدر في كونتينر. الفساد بقى اكتر بكتير. ما بقاش في امن في البلد، ناس بتتقتل. بقى ما فيش نظام، كله هرجله، كل الحاجات دي. كل ده حصل ليه؟ كويس عشان حزب ليبرالي. طب انتوا مبسوطين دلوقتي اللي انتخبتوا الحزب الليبرالي؟ المشكله كمان ان في فئه رابعه كمان، اللي هم اهل البلد هنا، اللي هم في كيباك، اللي هم دماغهم يعني ما فيش، هو كده يعني، هم ده الحزب اللي هننتخبه حتى لو هيخلي اللي يودي البلد في داهيه. طب ما البلد رايحه في داهيه. تعالوا نشوف بقى هو بيعمل ايه بالفلوس دي كلها. هو مش عارفين يعملوا حاجه غير ان هم يعملوا ضرائب. النتيجه ان هو في شهر ابريل اللي احنا فيه ده راح مزود سعر الكربون تاكس، فعلى سعر البنزين. وصل زي ما قلت لحضراتكم في مقاطعات ل 2 دولار، 2 دولار وشويه. طب ما هو لما سعر البنزين ده يا حبيبي يزيد، ايه اللي هيحصل؟ البقاله اللي انت النهارده بتشتريها بقرش بكره هتشتريها برضه بقرشين، والاتوبيس اللي بتركبه ب 4 دولار هتركبه ب5 و6 دولار. والشقه اللي هي بتاجرها ب 1000 ونص هتبقى 1600 1700. وكل حاجه هتزيد عندك، هتزيد هتزيد هتزيد، ده اوتوماتيك. لان هو بيتحكم، سعر الطاقه بيتحكم في كل حاجه. طب ادي اول مشكله. طيب تعالوا بقى خدوا الجديد. شهر 6 اللي جاي ان شاء الله جاي لنا بكارثه حلوه ظريفه. اللي هو هيبهدل لنا السوق العقاري، اللي هو الاستثمار العقاري هيبهدله. كنت عملت فيديو زمان وقلت الاستثمار العقاري ده من احسن الاستثمارات هنا ممكن تشتغل عليها. دلوقتي هيبهدلها. هيرفع سعر الفايدة على الاستثمار العقاري، ان الناس اللي بتشتغل في الاستثمار العقاري يعني بيشتروا بيوت او شقق عشان يأجروها او ياخدوها يبيعوها تاني. الفايدة من الضريبة من 50% هتبقى 66%. انتوا متخيلين رقم 66% وشوية كمان. فدي أول كارثة جاية. طب خدوا الكارثة اللي بعدها.
الكارثة اللي بعدها إن هو قال لك إيه، الأغنيا لازم يساعدوا الفقرا، طب وأنتم بتعملوا إيه؟ لأ إحنا ما بنعملش حاجة، إحنا هنفرض ضريبة على الأغنيا عشان يساعدوا الفقرا، كام يا حبيبي بقى؟ قال لك اللي فوق ال200.000 هنغيّر الضريبة بتاعته، طب الضريبة دلوقتي ده 50% هتخلّيها إيه؟ هتخلّيها 66% برضه زي التانيين؟ طب هم مين الأغنيا اللي بقى بيعدّوا ال200.000؟ أولهم طبعًا الدكاترة، طب ولمّا الدكاترة دي تُفاجأ إن هو عنده ضريبة، بيعمل شركة عشان الشركة يبقى ضرايبها أقل، هيفرض ضريبة كمان على الشركة، فلما يعمل كده الدكتور هيعمل إيه؟ أبسط حاجة يقول لك طب خلاص أنا مش هاشتغل، أنا هانزل لغاية 190,000 وأريح نفسي، 190,000 ده على ساعة الدكتور يعني 950 ساعة تقريبا في السنة، يعني بنتكلم في الشهر تقريبا 80 ساعة، 80 ساعة يعني في الأسبوع في الأسبوع إيه على 24 ساعة في الأسبوع، يعني على اليوم هيشتغل 4 ساعات، دي هتبقى كارثة، معنى كده الناس في المستشفيات هتولول، يعني في أزمة صحية كمان وهتبقى أكتر وأكتر وأكتر. فالبلد بتتخنق ورايحة في داهية، رايحة في داهية. طيب هو بيودي الفلوس دي فين وبيعمل بيها ايه؟ طبعا عشان نبقى عارفين اول حاجة المتعة الشخصية، الفسحة بتاعتهم بتاعت الحزب وبياخد ده يفسحه ويودي ده يفسحه وهو المزاج بتاعه العالي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اوكرانيا. طب واحنا مالنا باوكرانيا؟ لا امريكا بتدي اوكرانيا احنا كمان ندي اوكرانيا. اسرائيل، امريكا بتدي اسرائيل طب احنا كمان هندي اسرائيل. طب وهتدي اسرائيل، طب والاقليات اللي كانوا بينتخبوه وهو بيدي إسرائيل دلوقتي مبسوطين دلوقتي باللي هو بيعمله؟ مش مهم. لأ، يعني إيه مش مهم؟ مهم. طب نمرة 3، تعالوا بقى شوفوا كمان بيصرف على إيه، بيصرف على اللاجئين. اللاجئين فيهم نوعين، في نوع كويس، أنا مش ضد اللاجئين على فكرة ولا ضد المهاجرين ولا ضد أي حاجة، بس في لاجئ بيجي يقعد هنا في البلد ويشتغل وينزل ويعيش ويشكر ربنا إن هو جه ويعيش حياته وخلاص ويعتبر إن دي بلده. في لاجئ جديد، لاجئ بيجي مستغل، مستغل. طبعا اللاجئين دول بياخدوا تأمين صحي بما فيه الأسنان ببلاش، بياخدوا شقة ببلاش، بياخدوا الأكل ببلاش، كل حاجة موجودة عندهم ببلاش ببلاش. فبدل ما يحمد ربنا وينزل يشتغل يقول لك وأنا أشتغل ليه؟ طيب أنا هنزل أشتغل تحت الترابيزه، فيدور على واحد انسان صاحب شركه او صاحب مطعم او وات مش كويس، يقوم يقول له تعالى انا هشغلك اقل من المينيمم كمان، يعني لو المينيمم مثلا $16 يديك 13 $12 وهدي لك الفلوس كاش تحت الترابيزه، فولا لا ده يعلن ولا ده يعلن. فتكون النتيجه ان اللاجئين بيسرقوا البلد وبياخدوا فلوس زي ما هم عايزين، هو عمال يصرف، عمال يصرف. مين اللي بيدفع؟ احنا اللي بندفع. طيب الحل ايه؟ نعمل ايه؟ طبعا الحل جاي في الانتخابات الجايه. لو الانتخابات الجايه ربنا كرم والحزب ده ما كسبش، يبقى بقول لكم ان شاء الله في بارقه امل ان الدنيا تتصلح شويه. لو الحزب ده كسب الانتخابات ودي هتبقى الكارثه الكبرى علينا، يبقى نصيحه ليكم كل اللي معاه باسبور كندي يدور على شغل في امريكا حتى لو من دلوقتي، او السعوديه او الامارات، لان ملهاش حل تاني، لان بعد كده اللي ما عندهمش باسبور دي هيعيشوا في جهنم بعد كده، الدنيا هتبقى رايحه من اسوأ. انا مش متشائم ولكن الصوره وحشه، فعشان كده حاولوا تصحوا وحاولوا تفكروا هنعمل ايه في الايام اللي جايه في الانتخابات اللي جايه، لان لو الوضع ما اتغيرش احنا داخلين على وضع كارثي. اسف ان انا طولت عليكم، اسف ان انا اديت لكم صوره وحشه، بس ده اللي موجود دلوقتي، وربنا يسترها علينا كلنا. يلا يومكم جميل، سلام.